السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي طلاب أولى إعدادي. النهارده جاي أمس عليك وأجيب لك مراجعة شهر مارس بين إيديك إن شاء الله. إن شاء الله هنراجع عن كل تفصيلة. الامتحان في جيبك بأمر المولى، امتحان الشهر في جيبك. ركز في الفيديو كويس قوي. قبل أي حاجة خش اعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة، وكمان خش في القناة بتاعتنا على الواتساب علشان في سؤال في نص الفيديو بأمر المولى. السؤال ده ب 200 جنيه. خش وجاوب عليه في الكومنتات، وخش كمان على قناة الواتساب عشان تقدر تتابعنا وتشوف كل جديد. ويلا بينا وبسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا حبايبي بقى نخش في المراجعة بتاعتنا ونكسر الدنيا بأمر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة أو أول درس عندنا في الجغرافيا بيتكلم عن السكان. إيه السكان يا مستر أحمد؟ بيقول لك تعريف النمو السكاني. يعني إيه يا مستر أحمد النمو السكاني؟ النمو السكاني في تعريفه هو ان عدد السكان بتزيد بس في فتره زمنيه معينه. يعني مثلا خلال سنه 2000 مثلا 26 سكان قاره افريقيا زادوا بمقدار 30 مليون مثلا. يبقى انت عندك ايه هو؟ يبقى النمو السكاني بيساوي كام؟ 30 مليون. زادوا امتى يا مستر احمد؟ في سنه. يبقى ايه تعريف النمو السكاني؟ هو زياده عدد السكان في فتره زمنيه معينه. في فتره زمنيه ايه؟ معينه. يبقى ايه تعريف النمو السكاني يا صديقي؟ هو زياده عدد السكان في فتره زمنيه معينه. تاني، هو زياده عدد السكان في فتره زمنيه معينه. بص يا حبيب قلب اخوك، بيقول لك تطور عدد السكان في قاره افريقيا. اكتر قاره من حيث السكان هي قاره اسيا ومش عليك. تاني قارة من حيث السكان على مستوى العالم كله هي قارة أفريقيا. هي قارة مين؟ أفريقيا. أفريقيا لو قال لك في الامتحان قارة أفريقيا أهي، قارة أفريقيا يا عم بقى، يا عم بقى قارة لا إله إلا الله. معلش يا جماعة ثانية واحدة بس، هيجي إن شاء الله. يا لهوي. طيب صلي على النبي. لو قال لك في الامتحان قارة أفريقيا تأتي في المرتبة الكام؟ تأتي في المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد السكان بعد قارة آسيا. آسيا هي المرتبة الإيه؟ الأولى من حيث السكان، أما قارة أفريقيا في المرتبة الكام؟ الثانية. يبقى أكتر قارة من حيث السكان هي آسيا في المرتبة الأولى، ثاني قارة من حيث السكان هي قارة أفريقيا. بيقول لك من المتوقع أن يصل عدد سكان قارة أفريقيا سنة 2050 إلى 2.4 مليار نسمة، فمن الشكل البياني المقابل. طب يا مستر أحمد، بيقول لك في متوقع أن في 2050 إن عدد سكان قارة أفريقيا هيبقى بدل ما هم 1.5 مليار هيبقى 2 مليار ونص، 2.4 مليار، يعني 2 مليار و400 مليون. يبقى اولى الدول من حيث السكان هي مين؟ هي قاره اسيا. تاني القارات من حيث السكان هي مين؟ اولى القارات قاره اسيا، تاني القارات هي قاره افريقيا في المرتبه الكام؟ الثانيه. ايه تعريف النمو السكاني؟ هو زياده عدد السكان في فتره زمنيه معينه. بيقولوا يا صديقي ان عدد السكان في قاره افريقيا بيتضاعف كل 3 عقود. كل كام عقد؟ 3 عقود. معلش بقى مستر، هو يعني ايه 3 عقود اصلا؟ يعني ايه العقد؟ العقد ده يا صديقي اللي هو 10 سنين. القرن انت عندك في التعريف الزمنيه عندك حاجه اسمها القرن. ايه هو القرن؟ القرن ده 100 سنه. فلما اقول لك 3 قرون يبقى 300 سنه. القرن 100 سنه. طيب العقد يقول لك ده انا بقالي عقد، ده انا متجوز بقالي عقد. يعني ايه متجوز بقالي عقد؟ يعني انا متجوز بقالي 10 سنين. العقد مدته كام سنه يا مستر احمد؟ 10 سنين، ده العقد. فلما اقول لك 3 عقود، العقد 10 سنين، يبقى 3 في 10 كام؟ ب 30. يبقى ال3 عقود بيساوي 30. نصيحة رياضة فما تحكمش عليا بقى. يبقى العقد الواحد 10 سنين. ال3 عقود كام سنة؟ 30 سنة. 3 في 10 باين ب 30. يا رب ما نبقى غلطنا في الرقم. طيب بيقول لك تضاعف عدد سكان القارة مرة بين عام 1975 و2005، ومن المتوقع ان يتضاعف مره اخرى في 2035. يعني بيقول لك ان عدد سكان قاره افريقيا هيتضاعف تاني في 2035. يبقى مستر احمد، اولى القارات من حيث السكان هي قاره مين يا صديقي؟ اولى القارات من حيث السكان هي قاره اسيا في المرتبه الاولى. تاني القارات من حيث السكان هي قاره مين يا صديقي؟ تاني القارات هي افريقيا. ايه تعريف النمو السكاني؟ هو زياده عدد السكان في فتره زمنيه معينه. برافو. طب لو قال لك في الامتحان قارة أفريقيا عددها بيتضاعف يعني لو هم بقوا 1 يبقوا 2. الضاعف بيبقوا بدل ما هم 1000 بيبقوا 2000. ده بيتضاعف كل كام عقد؟ كل 3 عقود. يعني كل كام سنة؟ كل 30 سنة. عشان كده يجي لك في السؤال في الامتحان، وركز قوي في السؤال ده، يقول لك أولى الدول في قارة أفريقيا من حيث السكان. أنت عندك 3 دول ترتيبهم من حيث السكان، 3 دول. أولى الدول في أفريقيا هي نيجيريا. رقم 1 هي دولة مين؟ نيجيريا. أولى الدول سكانا نيجيريا.
اولى الدول سكانا هي مين؟ نيجيريا. تاني الدول من حيث السكان هي دوله مصر. يبقى اولى الدول سكانا هي نيجيريا. تاني الدول من حيث السكان هي دوله مصر. تالت دول من حيث السكان يا صديقي هي دوله اثيوبيا. يبقى يلا بينا كده، اولى الدول من حيث السكان هي مين؟ نيجيريا. تاني الدول من حيث السكان مصر. تالت دول من حيث السكان اثيوبيا. يبقى نيجيريا مصر واثيوبيا. لو قال لك اولى الدول سكانا نيجيريا. تاني دول من حيث السكان في قاره افريقيا مين؟ مصر. تالت الدول اثيوبيا. يبقى نيجيريا ومصر واثيوبيا. صلي معنا. ايه اسباب النمو السكاني؟ هو ليه السكان بتزيد يا صديقي في افريقيا؟ ليه يا مستر؟ اقول لك. اسباب النمو السكاني بيجي لك في الامتحان بما تفسر. يقول لك بما تفسر حدوث نمو سكاني في قاره افريقيا. النمو السكاني في افريقيا ليه السكان بتزيد؟ يعني ليه بقى؟ يمكن عشان بيخلفوا يا مستر. والله اهو الخلفه دي يا صاحبي، ان الولاد يتجوز ويتخلف، دي اسمها زياده طبيعيه. اسمها ايه؟ زياده طبيعيه. يبقى مستر احمد ايه هي اسباب النمو السكاني في قاره افريقيا؟ هتقول بسبب الزياده الطبيعيه. بسبب ايه يا صديقي؟ الزياده الطبيعيه. يبقى لو قال لك في الامتحان ايه هي اسباب النمو السكاني في قاره افريقيا؟ هتقول له بسبب حدوث الزياده الطبيعيه. بسبب حدوث الايه؟ الزياده الطبيعيه. طيب هل ممكن الناس، وعرفنا ان الزياده الطبيعيه ديت اللي هي الايه؟ اللي هي الخلفه. هل ممكن دوله تزيد من غير ما تخلف؟ هتفضل انت بقى عامل كده. ازاي؟ هو ممكن دوله تزيد من غير ما تخلف؟ ازاي؟ والله ممكن دوله تزيد وتزيد جامد جدا من غير ما تخلف. ازاي يا مستر؟ بالانشطار الذاتي؟ لا يا خفه. دوله تزيد من غير ما تخلف عن طريق الهجره. ناس سابوا بلدهم وراحوا قعدوا في الدوله دي وخدوا الجنسيه، خدوا الجنسيه بتاعت البلد، فبقى عدد البلد بيزيد. يبقى هل هم خلفوا؟ ما خلفوش. لكن في ناس سافرت، هجرت، سابت بلدها وقامت جايه رايحه قاعده في الدوله دي، فعدد البلد زاد. يبقى انت عندك زياده ممكن يزيدوا، بس مش زياده طبيعيه، مش عن طريق خلف. امال عن طريق مين يا مستر؟ عن طريق الهجره. هل الهجره دي زياده طبيعيه يعني خلفه؟ لا، الهجره دي بيقولوا عليها زياده بس غير طبيعيه. يبقى انت عندك كم نوع زياده؟ 2. زياده طبيعيه وزياده غير طبيعيه. ايه هي الزياده الطبيعيه؟ الخلفه يا مستر. طب ايه هي الزياده الغير طبيعيه؟ الهجره. الكلام ده صعب يا صديقي؟ لا. يبقى لو جالك في الامتحان قال لك اسباب النمو السكاني، هتقول له بسبب حدوث زياده طبيعيه وزياده غير طبيعيه. زياده طبيعيه وزياده ايه؟ غير طبيعيه. صلي مع النبي. ايه هو تعريف يا صديقي الزياده الطبيعيه؟ يعني ايه زياده طبيعيه؟ هو الفرق بين عدد، من غير ما ابص، هو الفرق بين عدد المواليد وعدد الوفيات. يبقى ايه تعريف الزياده الطبيعيه؟ هي الفرق بين معدل المواليد ومعدل الوفيات. يعني ايه يا ولا؟ بص كده الحته دي عوده العلاقات يلا. يعني ايه الزياده الطبيعيه؟ الزياده الطبيعيه يا مستر احمد طرحت عدد اللي اتولد من عدد اللي مات. هي الفرق. مش انت بتقول يا مستر احمد ان الزياده الطبيعيه دي الخلفه، ان هم خلفوا؟ طب يا مستر احمد تعرفها هنا ايه؟ هي الفرق بين عدد المواليد والوفيات. اتولد 5، بص يقول لك ايه؟ اتولد 5 مات 3، يبقى 5 ناقص 3 يبقى زادوا قد ايه؟ 2. يبقى ايه هي الزياده الطبيعيه؟ هي الفرق بين عدد المواليد وعدد الوفيات. بطرح المواليد من الوفيات تطلع لي زادوا قد ايه. عندك ايه؟ ابسطها لك. لو انت عندك قطط، 3 قطط، عندك كم قطه؟ 3 على جنب كده. القطط اللي عندك دي خلفت 5، مات منهم 2، يبقى زادوا كام؟ 3. هي خلفت 5 مات 2، 5 ناقص 2 يبقى الزياده الطبيعيه بتساوي 3. فهمتها يا صاحبي؟ يبقى الزياده الطبيعيه دي بيطرح الناس اللي اتولدت من الناس اللي ماتت، تطلع لك الزياده الطبيعيه. طيب معدل المواليد، علشان بس ما نطولش على بعض كده، قارة أفريقيا هي أعلى قارات العالم من حيث معدل المواليد. المصيبة السوداء. يعني إيه يا أخويا؟ أقول لك يعني إيه يا صاحبي؟ يعني قارة أفريقيا بتخلف كتير. قارة أفريقيا بتخلف إيه ولا؟ كتير. معدل المواليد فيها ضعف المعدل العالمي تقريبا. احنا بنختلف عن الناس كلها يا صاحبي. يعني انت عايز تقول لي ان قاره افريقيا، ركز معايا قوي بقى، قاره افريقيا هي فيها معدل المواليد على مستوى العالم اعلى من الطبيعي. اعلى من الايه؟ من الطبيعي. يعني لو العالم كله بيخلف 5 عيال، افريقيا تخلف 20 عيل.
اعلى من الطبيعي معدل المواليد في افريقيا. افريقيا رقم واحد من حيث معدل المواليد. طب يا مستر هو ليه بيخلفوا كتير؟ ها عارفك انت مش هريح، مش هنولك اللي في بالك. ارتفاع معدل المواليد يا قليل الادب. بيخلفوا كتير لا يا مستر. ليه المواليد كتير؟ ليه الناس بتخلف كتير؟ والله صعب يقولوا بيخلفوا كتير بسبب كثره الانجاب. يعني ايه كثره الانجاب؟ الست تقول لك انا عاوزه، احنا عاوزين نبقى عزوه. يعني ايه عزوه؟ انا عاوز يا اخويا اخلف 1 و2 و3 و4، عاوز عيال كتير. يبقى كثره الانجاب. كثره الايه؟ الانجاب. يبقى ايه هي اسباب ارتفاع معدل المواليد؟ كثره الانجاب، بيخلفوا كتير. ايه كمان؟ الزواج المبكر. يعني ايه الزواج المبكر؟ الزواج المبكر ان البنت تتجوز وهي عندها 18 سنه 15 سنه، ده في افريقيا على فكره. فتلاقي البنت اتجوزت وهي عندها 18 سنه، ده زواج مبكر وده غلط. توصل سن مثلا كام؟ توصل، ده انت تبقى رزق قوي. توصل سن 20 سنه تلاقيها مخلفه 3 عيال وهي لسه كام؟ وهي لسه 20 سنه. براحتك انت بقى، انت كده تبقى رزق. وهي كام سنه؟ وهي 20 سنه مخلفه 3 عيال. امال لما توصل ل 30 سنه هتخلف كام عيل؟ يبقى الزواج المبكر يؤدي الى ايه؟ يؤدي الى كثره الانجاب والاطفال. معاكم يا اخواتي؟ معاكم يا رجاله؟ طيب حلو يا عم. يبقى ايه اسباب ارتفاع المواليد؟ قال لك كثره الانجاب، قال لك الزواج المبكر، قال لك ضعف برامج تنظيم الاسره. كان في برامج زمان بتيجي اسمها تنظيم الاسره. ايه تنظيم الاسره دي؟ كان يجيبوا واحد يا عيني يقف قدام محل، بيجي في التلفزيون البرامج دي، يجيبوا واحد يقف قصاد محل، الواحد يقعد يبص كده يقول ياه لو اقدر اشتري البنطلون ده، بس انا معيش البنطلون ده. كان برنامج اسمه برنامج تنظيم الاسره بيجي في التلفزيون. فيجي يجيبوا واحد كده واقف قدام المحل يقول انا نفسي اشتري البنطلون ده بس انا معيش فلوس. فيجي له واحد يحط ايده على كتفه، يبص وراه تلاقي واحد بيقول له ايه؟ بيقول له عارف انت مش عاوز عارف تشتري البنطلون ده ليه يا فندم؟ عشان انت مخلف عيال كتير. العيال الكتير دي مخلينك مش عارف تصرف على نفسك ولا تصرف عليهم. قلل الخلفه علشان تقدر تعيش كويس. دي برامج تنظيم الاسره يا صاحبي. هما بقى ما كانش عندهم برامج تنظيم الاسره. ضعف برامج تنظيم الاسره. افريقيا ما انت عمرك شفت برنامج زي ده؟ كنا بنشوفه واحنا صغيرين خالص. انظر حولك، يقعد يبص كده وحواليه يقول لك بص شوف حواليه، انظر حولك شوف الناس مخلفه قد ايه، اللي مخلف كتير تعبان. فيبقى عندك ضعف برامج تنظيم الاسره، وعندك كمان كثره الانجاب، وعندك كمان الزواج المبكر. يبقى كام حاجه يا صديقي؟ 3. ديت اسباب ارتفاع المواليد. اولى القارات من حيث المواليد هي اول دوله من حيث المواليد هي دوله النيجر. يبقى انت عندك كام دوله من حيث السكان؟ اكتر 3 دول فيهم سكان هي نيجيريا، مصر، واثيوبيا. طيب اكتر دوله من حيث المواليد النيجر. طب يا مستر احمد انت ازاي بتقول لي ان اكبر دوله من حيث السكان نيجيريا واكبر دوله في المواليد النيجر؟ مش كده المفروض النيجر بتخلف كتير تبقى هي رقم 1 في السكان؟ صح ولا غلطان؟ صح. بس في مشكله بقى، النيجر بيموت فيها ناس، الاطفال بتموت. الاطفال بتموت. فعشان كده عدد سكانها مش كتير زي دوله مين؟ نيجيريا. ولكن الستات فيهم بيخلفوا ايه؟ كتير. يبقى اولى دول ده النيجر دي مش واخده اولى الدول في افريقيا بس، دي واخده اولى الدول على مستوى العالم من حيث المواليد. يبقى انت عندك ايه اسباب ارتفاع المواليد؟ كثره الانجاب، الزواج المبكر، ضعف برامج تنظيم الاسره. اولى الدول من حيث المواليد هي دوله النيجر. طيب نخش بقى على معدل الوفيات. هل الناس في قاره افريقيا بيموتوا؟ بيقول لك انخفض معدل الوفيات في قاره افريقيا. يعني المواليد كتير والوفيات قليله. طب يا مستر احمد الوفيات في افريقيا مرتفعه ولا منخفضه؟ منخفضه. برغم كده في دول في افريقيا فيها ارتفاع في نسبه الوفيات. في دول في افريقيا فيها ايه؟ ارتفاع في نسبه ايه؟ الوفيات. ايه هي الدول دي؟ انت عندك دوله فيها ارتفاع في نسبه الوفيات زي نيجيريا وتشاد وليسوتو. يبقى افريقيا بالكامل منخفضه في الوفيات ما عدا ال3 دول دول. ما عدا ال3 دول دول اللي هي مين ومين ومين؟ نيجيريا وتشاد وليسوتو. يبقى اعلى دول في قاره افريقيا من حيث المواليد هي دوله مين؟ النيجر. اعلى دول من حيث المواليد هي دوله مين؟ النيجر. اهي دوله النيجر دي اعلى الدول من حيث معدل المواليد. طيب من حيث معدل الوفيات يا صديقي، اكتر دول في افريقيا فيها ارتفاع في نسبه الوفيات هي مين؟ نيجيريا، تشاد، ليسوتو. تاني نيجيريا، تشاد، ليسوتو.
نيجيريا، تشاد، لسوتو. دي الثلاث دول فيهم ارتفاع في نسبه الوفيات. يعني افريقيا كلها فيها انخفاض في الوفيات ما عدا الثلاث دول دول. طب ليه يا مستر احمد الثلاث دول دول؟ بما تفسر، ده اسال يقابلك في الامتحان. ليه الثلاث دول دول تشاد ونيجيريا ولسوتو فيهم ارتفاع في نسبه الوفيات مع ان افريقيا كلها منخفضه في الوفيات؟ هيقول لك بسبب تفشي الامراض المستوطنه. الامراض المستوطنه دي يعني الامراض الوحشه، اللهم احفظنا. وبسبب ارتفاع وفيات الاطفال والامهات. صعب يا صديقي؟ يبقى يا مستر احمد ليه في نسبه وفيات مرتفعه في الثلاث دول؟ هتقول بسبب الامراض، انتشار الامراض وارتفاع نسبه الوفيات. صعب يا صديقي؟ طيب بص كده الجدول ده او الرسم البياني ده، سيبك منه. سيبك من الرسم البياني، مش عاوزه في حاجه. كل اللي عاوزك تعرفه من الرسم البياني ده ان في ارتفاع في معدل الزياده الطبيعيه في افريقيا، ولكنه انخفض في الفتره من 1970 ل 2023. سيبك منها، مش عايزها، مش جاي في الامتحان. اسمع بقول لك عليه. هو بس كل اللي عايز اقول لك ان افريقيا فيها ارتفاع في الزياده الطبيعيه. انا قلت ايه الزياده الطبيعيه؟ هي الفرق بين عدد المواليد وعدد الوفيات. يعني انا طرحت المواليد من الوفيات طلعت لي الزياده الطبيعيه. زادوا قد ايه؟ هل افريقيا فيها زياده طبيعيه يعني بتزيد بنسبه قليله ولا بنسبه مرتفعه؟ لا، بنسبه مرتفعه. يبقى الزياده الطبيعيه نسبتها ايه؟ مرتفعه. طيب يا مستر احمد بيقول لك الزياده الطبيعيه مرتفعه في افريقيا بسبب ايه يا مستر احمد؟ بسبب ضبط النمو السكاني. يا مستر احمد ضبط النمو السكاني ازاي؟ انا مش فاهمه. اقول لك يا صديقي، بيقول لك ان الزياده الطبيعيه ارتفعت في افريقيا، ولكن في الفتره الاخرانيه اللي هي في 2023 بدات الزياده الطبيعيه ايه؟ تنخفض. يعني بدات الناس ما تخلفش كتير، بدات تعقل. ليه؟ بسبب ان افريقيا بدات تضبط النمو السكاني. والله يا صديقي هي ما ضبط نمو سكاني، والله يا صديقي هي فكره فلوس. الناس مش معاها فلوس يا صاحبي، ما بقاش معاها فلوس، فتقول لك تخلف ليه؟ اتفهم فكره في ايه؟ يبقى ضبط النمو السكاني دوت اللي بيقولها الكتاب. بيقول لك 2 تطوير النظم الصحيه. بداوا ان هم يهتموا بصحه الام، يهتموا بصحه الام ويهتموا بصحه الاطفال الطفل، فيقولوا ان الام ما ينفعش ان انت تخلفي كتير، فعشان كده الزياده الطبيعيه بدات تقل. طيب السؤال اللي وراه، احنا كده خلصنا الزياده الطبيعيه، نخش بقى على الزياده الغير طبيعيه اللي هي الهجره. بص يا صديقي، انت عندك الهجره نوعين، يا اما هجره وافده. يعني ايه وافده؟ وافده يا صديقي يعني جايه لنا من بره. عارف اللي يقول لك ايه؟ ده وافد. يعني ايه وافد؟ يعني جاي. انا وافد يعني انا جاي. فلما اقول لك هجره وافده يعني هجره جايه لنا. يا مستر طب هم مين دول يا اخويا؟ الناس اللي ممكن تتجنن في عقلها، ده انت دبانه رخمه، واللي ممكن تتجنن في عقلها يوميات مستر احمد والدبانه، ده تبقى رزله. طيب ايه اللي هيحصل يا مستر؟ ليه؟ مين الناس اللي ممكن تتجنن في عقلها وتسيب قاره اوروبا وتسيب قاره اسيا وتقرر انها تيجي فين؟ تيجي تعيش في افريقيا. مين هي الهجره الوافده؟ الهجره الوافده لما تيجي لافريقيا هتعيش فين؟ والله يا صديقي بيقول لك ان الهجره الوافده جايه لدول جنوب افريقيا. يبقى لو قال لك في الامتحان الناس بتسيب بلاد بره وتيجي تعيش في افريقيا ليه؟ المهاجرين. الهجره الوافده بتيجي لانهي دوله؟ بتيجي لدوله جنوب افريقيا. صعب يا اخواتي؟ لا. نيجي بقى للهجره اللي انا بحبها، الهجره المغادره. يعني ايه الهجره المغادره؟ انا ماشي، يعني سايبين افريقيا وماشيين. هجره نازحه. يعني ايه نازحه؟ يعني ماشيه. الهجره النازحه او الهجره المغادره من قاره افريقيا. طيب هو الناس بتمشي من افريقيا تروح فين؟ والله يا صاحبي ده كلام. يعني انا يوم ما همشي هجره نازحه يعني ماشي من افريقيا، اكيد هروح اوروبا او امريكا الشماليه او دول الخليج اللي فيها بترول. يبقى انت عندك كم نوع من الهجره؟ 2. هجره وافده جايه لك تقعد في جنوب افريقيا، وهجره نازحه يعني هجره ماشيه رايحه فين؟ رايحه اوروبا ورايحه امريكا الشماليه ورايحه دول الخليج العربي. طيب هنا بقى بيقول لك ايه؟ تتعدد اسباب الهجره الخارجيه. هو ليه الناس بتهاجر؟ يعني انت ليه مثلا تاخد شنطتك وتقول انا هاجر واسيب القاره؟ بسبب البحث عن فرص عمل، البحث عن فرص تعليميه، بسبب عدم الاستقرار السياسي والحروب. يعني مثلا زي مثلا الحروب اللي بتحصل في الفتره الاخرانيه دي تؤدي الى ايه يا مستر احمد؟ تؤدي ان الناس عدم استقرار سياسي، البلد فيها حروب فانا اسيب البلد وامشي. يبقى كم سبب بسبب الهجره؟ ايه هي اسباب الهجره؟ ده اسال يجيلك في الامتحان. بما تفسر تعدد اسباب الهجره الخارجيه؟ هتقول بسبب البحث عن فرص عمل، البحث عن فرص تعليميه، وعدم الاستقرار السياسي والحروب. طيب اوعى بقى تنسى، نتيجة للأسباب السابقة يلجأ الكثير من سكان أفريقيا إلى الهجرة بطرق غير قانونية اللي هي اسمها الهجرة الغير شرعية. يعني الناس كتير بقى نتيجة إن هم ما عندهمش شغل وعاوزين يسافروا عشان يشتغلوا،
وعاوزين يسافروا عشان يتعلموا، وعاوزين يسافروا عشان في حروب في بلدهم، فبيضطروا يا عيني ان هم يلجأوا لهجره غير شرعيه. يعني ايه هجره غير شرعيه؟ الهجره غير شرعيه اللي هي بتاعت المراكب اللي انت عارفها، اللي هم يرموا نفسهم في المراكب ومش عارف يسافروا فين عشان خاطر ان هم ايه؟ يمشوا بطرق غير قانونيه. يبقى ايه تعريف الهجره غير شرعيه؟ هي انتقال الافراد بين الدول بطرق غير قانونيه، بطرق غير ايه؟ قانونيه. يبقى ايه اسباب الهجره الغير شرعيه؟ هي انتقال الافراد بين الدول بطرق غير قانونيه. حلو؟ يبقى تاني، ايه تعريف الهجره الغير شرعيه؟ هي انتقال الافراد من دوله الى دوله اخرى بطرق غير قانونيه، عن طريق بقى ان هم بيهربوا، ما بيعملوش الباسبور والكلام ده. حلو؟ وخد بالك ان الهجره الغير شرعيه زادت من قاره افريقيا لاوروبا، كله بقى عاوز يروح اوروبا، كله بقى عاوز يسافر ايطاليا، عاوز يسافر اليونان، دي الدول اللي بتستقبل ايه؟ اللي بتستقبل المهاجرين. طيب هل الهجره الغير شرعيه دي حلوه؟ اوعى تفكر ان الهجره الغير شرعيه دي كويسه، الهجره الغير شرعيه دي بتؤدي الى الغرق، اللي بيروح ما بيرجعش. انت تعرف ان عملوا معادله بيقولوا ان 99% من الناس اللي هاجرت هجره غير شرعيه ماتوا؟ انت متخيل؟ يعني 1% بس اللي وصل. ال 99% من الشباب اللي بتروح كده بتموت، بتغرق، لان هم بيرموهم في نص الميه ويقول لك يلا شايف الشط البعيد ده؟ هي دي ايطاليا او هي دي اليونان، روح لها بقى. يبدا يعوم ولابس العوامه ويبدا يعوم ويعوم ويعوم، ايه اللي بيحصل؟ بيغرق، بيموت. انت فاهم الفكره في ايه؟ علشان كده يا مستر احمد يتعرض المهاجرين الى هجره غير، المهاجرين المتعرضين لهجره غير شرعيه بيتعرضوا للغرق، وبيتعرضوا كمان الحرمان من حقوقهم. عارف لو وصلوا بيتعاملوا معامله زباله، لو ماتوا، لو اتضربوا بالنار، لو اتسجنوا، محدش يقول لهم انت بتعملوا ايه، بيتعاملوا معامله وحشه. لذا تسعى الدول الافريقيه الى تحقيق مزيد من التنميه للحد من هذه الظاهره. عشان كده دوله افريقيا عاوزه تقلل نظام الهجره الغير شرعيه. طيب صلي بقى على النبي. ايه احنا قلنا الهجره الوافده اللي جايه لنا، انا وافد يعني انا جاي لجنوب افريقيا. عندك هجره نازحه، يعني ايه نازحه؟ يعني مغادره ماشيه رايحه اوروبا ورايحه امريكا الشماليه ورايحه دول الخليج للبحث عن فرص تعليميه وفرص عمل وبتاع. في بقى هجره اسمها الهجره الداخليه. ايه الهجره الداخليه؟ اخواتنا الفلاحين اللي بيجوا من الريف، يسيبوا الريف ويروحوا للمدن، دي اسمها هجره الداخليه. يبقى ايه تعريف الهجره الداخليه؟ هي انتقال الفرد من الريف الى المدن. من ايه الى ايه؟ من الريف الى المدن. طب هل الهجره الداخليه دي ليها مخاطر؟ تؤدي الى تزايد نسبه سكان المدن، مما يؤثر سلبا على البيئه التحتيه والبنيه التحتيه والخدمات. لما الفلاحين يسيبوا الاراضي بتاعتهم وييجوا يعيشوا في المدن، هم بيعيشوا في المدن ليه؟ عشان خاطر ان اهل الريف لما بييجوا يعيشوا في المدن بيعيشوا بسبب، ركز قوي معايا في الحته دي، بيعيشوا بسبب ان هم مش لاقيين فرص تعليميه او مش لاقيين شغل، فييجوا هنا عشان يشتغلوا، فبيتخاضوا على الخدمات. تلاقي مثلا مستشفيات زحمه كلها من الريف، تلاقي مثلا المدارس زحمه كلها من الريف، تلاقي ما فيش فرص عمل. ليه؟ الريف واخدين كل حاجه. دي اسمها الهجره الداخليه. طيب ثانيا بقى بيقول لك توزيع السكان في قاره افريقيا. توزيع السكان في قاره ايه؟ افريقيا. تختلف الكثافه السكانيه او توزيع السكان في قاره افريقيا. بص يا سيدي، توزيع السكان في قاره افريقيا دي سهله، ما تقلقش منها، تعال نحفظها سوا. السكان بيتركزوا فين في قاره افريقيا؟ عمليه سهله جدا، بس قبل ما اخش فيها انا لازم تدرس تعريف اسمه الكثافه السكانيه. ايه تعريف الكثافه السكانيه؟ هي نسبه عدد السكان، نسبه عدد السكان الى المساحه التي يقيمون عليها. يبقى ايه تعريف الكثافه السكانيه؟ هي نسبه عدد السكان الى المساحه التي يقيمون عليها. ايه تعريف الكثافه السكانيه؟ هي نسبه عدد السكان الى المساحه التي يقيمون عليها. تاني، ايه تعريف الكثافه السكانيه؟ هي نسبة عدد السكان إلى المساحة التي يقيمون عليها. إيه تعريف الكثافة السكانية؟ هي نسبة عدد السكان إلى المساحة التي يعيشون عليها. يعني هم بيشوفوا عدد السكان في المساحة دي قد إيه. يعني مثلا الأوضة اللي أنا فيها دي، الاستوديو اللي أنا فيه ده، تمام؟ في كام واحد عايش فيه؟ في كتير. لو في أكتر، الأوضة دي مش ضيقة، الأوضة دي لو فيها أكتر من 30 واحد، الأوضة الكبيرة اللي هو الاستوديو دي لو فيها 30 واحد تبقى الكثافة السكانية إيه؟ عاليه، يعني الناس كتير قوي في الاوضه. طيب لو فيها 2 3، لو فيها 5 مثلا، يبقى الكثافه السكانيه مالها متوسطه. لو فيها 1 أو 2 تبقى الكثافه السكانيه منخفضه. لو فيهاش حد تبقى الكثافه السكانيه نادره. فهمت؟ يبقى هم بيشوفوا عدد السكان في المنطقه قد ايه. نبدا بقى في افريقيا. تعالى بقى نشوف في افريقيا.
مناطق ذات كثافه سكانيه مرتفعه. وادي النيل والدلتا. وادي النيل والايه؟ والدلتا. طب ليه يا مستر احمد الناس بتتركز عند وادي النيل؟ وادي النيل والدلتا، الدلتا دي اللي هي السبعه اللي فوق دي اهي، دي الدلتا. ليه بيتركزوا في وادي النيل والدلتا يا مستر احمد؟ علشان وفره الميه العذبه، وكمان يا مستر احمد التربه الخصبه الصالحه للزراعه. يبقى اول مكان بيتركزوا الكثافه السكانيه ايه؟ متوسطه ولا نادره ولا مرتفعه؟ مرتفعه. يبقى بيتركزوا في المناطق ذات الكثافه السكانيه المرتفعه زي وادي النيل والدلتا. وادي النيل والايه؟ والدلتا. بيتركزوا في المناطق ذات الكثافه السكانيه المرتفعه زي وادي النيل والايه؟ والدلتا. بما تفسر. ليه يا مستر؟ بسبب يا حبيب قلبي وجود التربه الخصبه ووجود الميه العذبه. طيب بيتركزوا فين؟ في الشمال الغرب والجنوب الشرق. تاني، في شمال غرب افريقيا اهو، شمال غرب اهو، شمال غرب وجنوب شرق. يبقى بتركزوا فين كمان؟ مناطق كثافه سكانيه مرتفعه. مرتفعه يعني مزدحمه. اديني مناطق زحمه. احنا قلنا وادي النيل والدلتا. 2 شمال غرب وجنوب ايه؟ شرق. طب يا مستر احمد هم بيتركزوا ليه في المناطق اللي هي الشمال غرب والجنوب الشرق؟ هتقول بسبب اعتدال المناخ ووفره الميه العذبه والتربه الخصبه. يبقى هل المناخ بيأثر على توزيع السكان في افريقيا؟ ايوه. هتقول له بيتركزوا في شمال غرب جنوب شرق بسبب ايه؟ اعتدال المناخ والتربه والميه الخصبه. طيب اديني يا مستر احمد مناطق ذات كثافه سكانيه متوسطه. ايه هي المناطق ذات الكثافه السكانيه المتوسطه؟ مناطق، بص ركز. هتقول مناطق استخراج المعادن والطاقه الاحفوريه. الاحفوريه دي اللي هي زي الفحم والبترول والغاز الطبيعي. اي منطقه فيها استخراج معادن او طاقه احفوريه زي الفحم والبترول والغاز الطبيعي بنقول عليها ايه؟ بنقول عليها مناطق ذات كثافه سكانيه متوسطه. طيب وموجودين كمان كثافه سكانيه متوسطه في المناطق المرتفعه ذات المناخ المعتدل زي هضبه الحبشه وهضبه البحيرات الاستوائيه. يبقى لو قال لك في الامتحان اديني مناطق ذات كثافه سكانيه مالها متوسطه، هتقول له هضبه الحبشه وهضبه البحيرات الاستوائيه. ومناطق استخراج المعادن دي كثافه سكانيه مالها متوسطه، يعني ولا مزدحمه يعني ولا زايده ولا قليله، دي مناطق متوسطه. اوعى تنسى اللهم اني بلغت اللهم فاشل، مهمه. طيب مناطق بقى ذات كثافه سكانيه منخفضه يعني قليله قوي، هتقول له مناطق الرعي والزراعه زي السافانا والستبس، حشائش السافانا والستبس. دي مناطق ذات كثافه سكانيه مالها متوسطه منخفضه. مناطق ذات كثافه سكانيه مالها منخفضه. طيب اللي بعده يا مستر، يبقى انت عندك كثافه سكانيه ايه وايه وايه؟ يا اما كثافه سكانيه مرتفعه زي ايه يا مستر احمد؟ ها قول بقى لو انت شاطر. طب لو انت شاطر دلوقتي وانت بتكمل الفيديو، انزل دلوقتي في الكومنتات قول لي من غير ما تبص بقى على السبوره ومن غير ما ترجع، قول لي المناطق ذات كثافه سكانيه مرتفعه وذات كثافه سكانيه متوسطه وذات كثافه سكانيه منخفضه، تبقى برنس وهكافئك في الفلوس. وخش كمان اللينك بتاع الواتس عشان تاخد مكافئتك، ابعتها لك على الكاش. طيب يا مستر احمد ايه؟ خش على اللي بعده. ايه هي المشكله السكانيه بقى؟ بص يا سيدي، في مشكله سكانيه في قاره افريقيا. تعاني قاره افريقيا. لا 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 يا باولو منتج يا باولو. بس كده. تعاني قاره افريقيا بشكل عام من مشكله سكانيه. ايه ده يا مستر، هو في مشكله في افريقيا؟ ايه هي المشكله دي بقى؟ تعالى. بيقول لك المشكله السكانيه زياده عدد السكان بشكل لا يتناسب مع معدلات النمو الاقتصادي مما يؤدي الى ايه؟ يعني بص، عدد السكان كتير جدا والموارد الاكل والشرب والشغل قليل. فدي مشكله ان السكان كتير والشغل قليل، الموارد الاقتصاديه قليل، الاكل قليل. ده يؤدي الى ايه؟ بص بقى المشكلات. 1 زياده الضغط على الخدمات. انا قلت الخدمات ديت اللي هي زي المستشفيات زي المدارس زي المطاعم زي الشغل، دي الخدمات. طيب وزياده استهلاك الموارد الطبيعيه، يعني ايه؟ زياده استهلاك الميه العذبه وزياده استهلاك الطاقه كمان، وزياده كمان استهلاك الاراضي الزراعيه مما يؤدي لنقص نصيب الفرد من ايه؟ من الموارد الطبيعيه. طب انا عايزك بقى تقسمها لي يا مستر. بص كده الحته الجايه دي، هتقول له 1 ايه اسباب المشكله السكانيه؟ 1 زياده الضغط على الايه؟
زياده الضغط على الخدمات، نقص نصيب الفرد من الموارد الطبيعيه زي الميه. يبقى انت عندك المشكله السكانيه ادت لزياده الضغط على الخدمات وادت الى زياده استهلاك الموارد الطبيعيه زي الاكل والشرب. طيب بص بقى اللي حصل، سوء توزيع السكان داخل بعض الدول الافريقيه. دوله زي مصر، انا مش في معايا مشكله مع مصر شويه، ليه بقى؟ مصر يا صديقي كل الناس بتتركز عند وادي النيل والدلتا. طيب تعرف معلومه ان 96% من مساحه مصر فاضيه، اللي هي الصحراء الشرقيه والصحراء الغربيه وشبه جزيره سيناء فاضيين ما فيهمش حاجه، كلنا مضغوطين وبنتركز فين؟ عند وادي النيل والدلتا وسايبين باقي مصر كلها. عشان كده يا مستر احمد بيقول لك سوء توزيع السكان داخل بعض الدول الافريقيه. يعني في الدول الافريقيه زينا كده في سوء توزيع السكان، السكان مش متفرقين صح. ارتفاع نسبه فئات صغار السن، صغار السن مرتفعه وهي فئه غير منتجه وتحتاج الى توفير احتياجاتها الاساسيه من الغذاء والميه بالاضافه الى الخدمات الصحيه والتعليميه وغيرها. كمان عندك مشكله ارتفاع نسبه الاطفال اللي هم صغار السن تحت سن ال 15 سنه، وده بيؤدي ان الفئه دي مستهلكه. اللي تحت سن 15 سنه حبايب قلبي مستهلكه، انتم ما تعرفوش تشتغلوا لسه، فهم بيصرفوا كتير ودول نسبتهم كبيره جدا في قاره مين؟ افريقيا. طيب نخش بقى يا صديقي على خصائص السكان. خصائص السكان في قاره افريقيا. اول حاجه هيقول لك ايه تعريف الهرم السكاني؟ تعالى كده نعرف الهرم السكاني. تعريف الهرم السكاني هتلاقيه عندك في الكتاب، هو رسم بياني. هو رسم ايه؟ بياني اهو، رسم هرم. هو رسم بياني يختص بالتوزيع السكاني. ايه تعريف الهرم السكاني؟ يلا هو رسم بياني يختص بالتوزيع السكاني من حيث النوع والايه؟ من حيث النوع والعمل، يعني نوعهم ايه وعملهم ايه. حلو. طيب نوعهم اللي هو اناث وذكور وعملهم ايه. يبقى ايه تعريف الهرم السكاني؟ عيد الفيديو تاني بقى واسمع. طيب التركيب النوعي، يعني ايه التركيب النوعي يا صديقي؟ يعني انواع. بيقولوا نسبه الاناث اكتر من نسبه الذكور في قاره افريقيا. الستات اكتر في قاره افريقيا، او البنات اكتر. يعني انت لو بصيت في طب اراهنك البنات في الفصل عندك في المدرسه اكتر من الولاد، ولو انت بنت هتلاقي البنات برضك اكتر من الولاد. ما سالتش نفسك ليه؟ ليه عدد البنات اكبر من الولاد؟ الا نادرا بقى تلاقي فصل الولاد فيه اكتر، بس البنات نسبتهم ازيد، الاناث نسبتهم ازيد من الايه؟ من الذكور. عارف ليه؟ بسبب يا صاحبي الهجره. ان الشباب اللي هو احنا الولاد بيسيبوا البلد ويمشوا، السلام عليكم انا ماشي. ليه بقى؟ بيعملوا هجره، بيهاجروا. يبقى ايه اللي خلى نسبه الاناث اكتر من نسبه الذكور؟ ودي بتيجي بما تفسر، هتقول له بسبب الهجره، ارتفاع معدلات الوفيات بين الذكور عن الاناث. الهجرة وارتفاع معدلات الوفيات. يبقى تاني ايه هي العوامل اللي بتؤدي الى نسبة الاناث اكتر من نسبة الذكور؟ هتقول رقم 1 الهجرة، رقم 2 ان الوفيات الذكور بتموت اكتر من الاناث. الذكور تموت، الرجالة بتموت والست يا حبيبي وبعدين الله يرحمه. ليه؟ الست بتفضل مخللة والرجالة هي اللي بتموت. طيب خد بالك برضو تعاني بعض دول افريقيا من الحروب سواء كانت داخليه او خارجيه مع جيرانها، ولذلك يزيد التحاق الشباب والاطفال من الذكور بالفرق العسكريه مما يزيد تعرضهم للخطر والوفاه. بيقول لك كمان ان الرجاله بتشترك في الحروب زي الحروب يا عيني اللي حصلنا في السودان دلوقتي، ربنا يا رب يكون مع اخواتنا. الحروب دي يا صديقي بتؤدي الى ايه؟ بتؤدي يا صاحبي يا صديقي يا صدوق، بتؤدي ان الشباب يا بتموت، الرجاله يا بتموت اللي هي الذكور يا بتهاجر. طيب نيجي بقى للتركيب العمري، اهو التركيب العمري لسكان افريقيا. ايه التركيب العمري؟ فئه صغار السن من عمر 0 عمر يوم ل 14 سنه. بيقول لك تبلغ نسبه صغار السن نحو 40%. يا نهار اسود، 40% من قاره افريقيا اطفال صغار سن. ودوت غلط، غلط بجد. ليه؟ لان الفئه دي ما بتصرفش، الفئه دي مستهلكه. اللي تحت سن ال 14 سنه دي فئه مستهلكه بتصرف كتير. بيقول لك من المتوقع ان النسبه دي هتقل في افريقيا سنه 2050 بسبب برامج تنظيم الاسره اللي لسه متكلم عليها، وبسبب رعايه صحه المراه هيخلوا الست ما تخلفش كتير. نيجي بقى يا مستر لمين؟ لفئه سن العمل. سن العمل دول احلى فئه، اللي هي من 15 سنه ل 64 سنه. سن العمل دي هي الفئه المنتجه. ابوك وابويا وامك وامي
اللي بيشتغلوا واللي قادرين على الشغل من 15 سنه ل 64 سنه، دي فئه اسمها فئه سن العمل او الفئه المنتجه. بيقول لك تزيد هذه الفئه عن نص السكان، يا خبر، نص سكان قاره افريقيا من فئه سن العمل. يعني انت كده عندك صغار السن 40% وسن العمل 50%. يبقى مش مستاهله بقى، يبقى كبار السن بقى يا كام؟ 10%. يبقى 40% صغار سن، 50% سن العمل، وكمان 10% كبار السن. سن العمل نسبتهم كبيره ولا قليله؟ كبيره يا مستر، دول 50%، بس للاسف بيعانوا من مشكلات. والله يا صاحبي، يعني مشكله الصحه تعبانه يا صاحبي، اقسم بالله تعبان اقسم بالله، عيان يلا وانا واقف. الصحه والتعليم، ربنا يا رب يشفي كل مريض، وكمان قله فرص العمل، مش لاقيين شغل. يبقى الشباب عندهم الصحه والتعليم، يا رب مليون دولار، يا رب مليون دولار كده حلوين يكونوا في البنك يعني، يا رب يكون ساعه السجاير. طيب مشكلات تتعلق بالشباب. عندك يا صديقي مشكله الصحه والتعليم وقله فرص العمل، صحه تعليم قله فرص عمل. طيب نسبه كبار السن بقى كم في المية؟ 10%. وعلى فكره دي نسبه قليله، حلو، بس بيقول لك ان في 2050 يا مين يعيش يعني النسبه دي هتزيد، نسبه كبار السن هتزيد، بدل ما هي 10% ممكن تبقى 20%، عشان هيبداوا بقى ان هم يهتموا بالرعايه الايه؟ بالرعايه الصحيه. طيب اللي بعده، ايه تعريف التركيب الاقتصادي؟ سريعا كده، التركيب الاقتصادي هو تصنيف السكان وفق النشاط الاقتصادي. عارف يعني ايه النشاط الاقتصادي يا صديقي؟ النشاط الاقتصادي يعني الشغل. يبقى لما يقول لك ايه تعريف التركيب الاقتصادي؟ هو تصنيف السكان وفق النشاط الاقتصادي الذي يمارسونه، يعني وفق النشاط اللي بيشتغلوه. نيجي بقى يا مستر احمد للناس بتشتغل قد ايه في افريقيا؟ النسب دي مهمه جدا 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 جدا. بص يا سيدي، بيقول لك نسبه العاملين في الانشطه الزراعه يعمل بيها نحو نص القوه العامله، يعني 50% من الناس شغالين في الزراعه. طيب الصناعه بيشتغل في الصناعه 13.6%. مهمه النسبه دي؟ مهمه. دي بقى النسب المهمه، 50% زراعه، 13.6 صناعه. نيجي بقى للانشطه الاقتصاديه الاخرى زي ايه؟ الباقي بقى، باقي النسبه اللي هو 50 زائد 13 و6 يتبقى 36 تقريبا. باقي النسبه بتشتغل بقى ايه؟ في القوه العامله زي مدرسين وفي السياحه وبتاع. في مشكله في افريقيا بقى اسمها عماله الاطفال، اللهم احفظنا يا رب. عماله الاطفال دي ان الاطفال بتشتغل، ده بيقولوا يا صاحبي ان ما بين كل 5 اطفال في طفل صغير يا عيني بيشتغل. اسمها عماله الاطفال، ان الاطفال بتعمل. طب ايه اسباب انتشار عماله الاطفال؟ ليه الاطفال بتشتغل؟ هيقول لك بسبب ارتفاع معدلات الفقر يا عيني، وعدم الاستقرار السياسي اللي هو الحروب، وبسبب انخفاض معدل التعليم. عشان كده الاطفال بتشتغل. يبقى بسبب الفقر، وبسبب عدم الاستقرار السياسي في بعض دول افريقيا، وبسبب كمان انخفاض معدل التعليم. طيب اولى الدول عالميا وافريقيا من حيث عماله الاطفال، من حيث الاطفال اللي بتشتغل. عندك دوله اريتريا ودوله الصومال والكونغو الديمقراطيه. 1 2 3 يا وليه، اريتريا صومال كونغو ديمقراطيه، اريتريا صومال كونغو ديمقراطيه. اريتريا هي اولى الدول من حيث عماله الاطفال، الصومال ثاني الدول من حيث عماله الاطفال، الكونغو الديمقراطيه ثالث الدول من حيث عماله الاطفال. طيب نيجي بقى للتركيب اللغوي لسكان قاره افريقيا. يعني ايه التركيب اللغوي؟ يعني اللغه. ركز بقى معايا، انت عندك اللغات في افريقيا تحفظها بطريقتي ولا تحفظها بالكتاب؟ احفظها بطريقتي عشان خاطر لغه عربيه شمال افريقيا، يبقى في الشمال اللغه العربيه في شمال افريقيا بسبب الفتح الاسلامي. طيب لغه سواحليه شرق افريقيا، يبقى شمال افريقيا لغه عربيه، شرق افريقيا سواحليه. تاني، شمال افريقيا لغه عربيه، شرق افريقيا سواحليه، جنوب افريقيا انجليزيه. بص اللغه الانجليزيه تنتشر في جنوب افريقيا، ليه؟ بسبب الاحتلال البريطاني. يبقى تاني كده، شمال افريقيا لغه عربيه، شرق افريقيا سواحليه، جنوب افريقيا انجليزيه. طيب ركز بقى معايا كده، لغه الهوسه ولغه الماندي. هوسه ماندي دي بينطقوا لغه كده يعني. طيب بيقول لك موجودين في غرب افريقيا، يبقى غرب افريقيا هوسه وماندي. طب والله حلو، شمال افريقيا لغه عربيه، جنوب افريقيا انجليزيه، شرق افريقيا سواحليه، غرب افريقيا هوسه وماندي.
ناقص اللغه الاخرانيه، ايه هي؟ اللغه الفرنسيه. يعني اللغه الفرنسيه موجوده رواندا والكاميرون بسبب ان هم كانوا محتلين احتلال فرنسي. صعبه يا صديقي؟ لا. خش بقى على الخصائص التعليميه. بيقول لك نسبه الغير ملتحقين بالمراحل التعليميه المختلفه لدول جنوب الصحراء الكبرى. بص، عارف الصحراء الكبرى جنوبها اللي هي دوله زي تشاد والكونغو والكلام ده كله، نسبه التعليم فيهم ايه؟ قليله. حلو، هو ده اللي انا عاوز اقوله لك. وكمان احرزت مصر وتونس وجنوب افريقيا تقدم في التعليم الابتدائي. انت عندك 3 دول بداوا ان هم يهتموا بالتعليم الابتدائي، مصر وتونس اهي، مصر وتونس وكمان معاها ايه؟ جنوب افريقيا. طيب نيجي للخصائص الصحيه. الصحه يا صديقي، قول لي الامراض المنتشره في قاره افريقيا. بص يا سيدي، انت عندك مرض انخفاض مستوى الخدمات الصحيه. طبعا الصحه على القد في افريقيا، عشان كده منتشر عندهم مرض النوم. مرض النوم دي بيجي من دبانه زي الدبانه الرزه اللي كانت بتطير دي، بس طبعا غير دي خالص، ذبابه اسمها ذبابه تيسي تيسي. الذبابه دي يا صاحبي لو قرصتك بقال الله انت اسمها تيسي تيسي، بتجيب اللهم يحفظنا مرض النوم. قولش يا صديقي انت اكيد عندك يعني استغفر الله العظيم المرض ده، ما انت بتنام كتير ليه؟ طيب مرض النوم، مرض الملاريا. الملاريا ده مرض بيجي في البطن. امراض سوء التغذيه والتربيه، مرض الايدز. مرض الايدز ده مرض بيخلص على المناعه. مرض السكر، مرض الاوعيه الدمويه، استغفر الله العظيم يا رب، مرض السرطان، اللهم احفظنا يا رب. يبقى دي الامراض المنتشره في قاره افريقيا بسبب انخفاض الرعايه الصحيه. نيجي بقى للخصائص الثقافيه. الفنون الافريقيه والحرف التراثيه. طبعا بيهتموا بالموسيقى في قاره افريقيا، بيهتموا بالموسيقى. تمام. كمان اشهر 2 في الادب الافريقي ويلي سوينكا خد جائزه نوبل، ونجيب محفوظ. ويلي سوينكا نيجيريا، ونجيب محفوظ من مصر. ودي يا صديقي كانت مراجعتنا على الوحده ومراجعه الشهر كمان يا صاحبي. بالنسبه لباقي الفيديوهات اعمل اشتراك في القناه وتابعني عشان يجي لك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام يا صديقي.